السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم شيماء أبو بكر من مطبخ زمزم وبلاد. النهارده كده فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم باذن الله. وبسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معانا هنا زي ما انتم شايفين بتنجان وفلفل وبطاطس، هنقطعهم وهنعمل النهارده بقى ايه؟ احلى طبق، احلى صينيه مسقعه جميله جدا وخفيفه. زي ما انتم شايفين كده قطعتهم مكعبات مش طرنشات. وعادي بقى كالمعتاد حمرنا البتنجان وحمرت البطاطس. تمام. وعملت بقى طشة المسقعة بالثوم وحطيت الطماطم. تمام زي ما انتم شايفين كده. قلنا بقى تغيير، هو كده كده الواحد بيقف في المطبخ، الجو حر وكل حاجة، وقال لي بس هو كده انا عندي كده كده المطبخ حر حتى لو ما حمرتش يعني. فقلت تغيير بدل الطبيخ والرز، الولاد زهقوا يعني، فقلت بيحبوا المسقعة فقلت اعملها لهم. تمام زي ما انتم شايفين كده حمرناهم وحطيتهم بقى في الطماطم. حطيت طبعا التوابل بتاعتها العادية، الملح والفلفل، وحطيت كمون وكزبرة ناشفة. تمام. وحطيت كمان معلقة سكر علشان تعادل حموضة الطماطم، يعني لازم ضروري يعني. بس كده حطيتها وبس، يا دوبك خدت بس ايه غلوتين كده ومش ما شاء الله كانت طلعت حلوة جدا. تمام. ممكن بقى في ناس بتاكلها بالعيش، في ناس بتاكلها بتعمل جنبها رز يعني، بس احنا مش من الناس اللي بناكلها بالرز يعني، بناكلها بالعيش بتبقى احلى واطعم يعني. متهيألي بالرز تبقى تقيلة شوية. بس كده عملتها بقى وخلصتها. وربنا ان شاء الله يجرنا كده من نار جهنم باذن الله في الحر ده، والحمد لله على كل حال. ربنا يرحمنا باذن الله ان شاء الله، الموجه تكون موجه وتعدي باذن الله ان شاء الله. بس عايزه اقول لكم بقى، لو وصلتوا لحد هنا ما خلصت المساعة حطوا لي لايك، ويا ريت تشتركوا في القناه علشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات وانزل فيديوهات كتير يعني باذن الله. بس هنا كنت بوريكم المسقعه ما شاء الله كانت حلوه وجميله ومستويه. بعد كده بقى الولاد كانوا طالبين مني اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، القرص اللي هي الطريه ديت. فقلت اعملها لهم بقى بالمره كده وانا واقفه في المطبخ. عملت بقى كيلو دقيق، تحط كيلو دقيق بالظبط، وهتحطي كوبايه حليب، وهتحطي نص كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت يا سمنه او زيت او زبده اللي عندك، وهتحطي رشه ملح. تمام. وهتحطي طبعا كيس خميره. تمام. معلقه خميره كبيره. طبعا انا بعملها اختبار، لو انت ضامنه الخميره اللي عندك زي ما بقول لكم خلاص حطيها على طول عادي، بس انا بحب اعملها اختبار كده في حبه ميه دافيه ومعلقه سكر علشان اعرف ان هي سليمه يعني مظبوطه. بس حطيت الدقيق وهحط كمان السكر، وهحط ذره الملح. تمام. وهحط السمنه او الزبده اللي عندك، وتحطيهم كلهم وتضربيهم على طول مع بعض، وهتحطي كوبايه الحليب حبه حبه. ولو احتاجت ميه برضو على حسب الدقيق، كل دقيق بيختلف من التاني. يعني ممكن مثلا كوبايه الحليب دي باخد عليها كمان نص كوبايه ميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه يعني مش دافيه ولا حاجه. تمام. زي ما قلت لكم في دقيق بيمتص سوائل كتير وفي دقيق لا، على حسب الدقيق بتاعك بقى، زي ما تشوفي العجينه لفت معاكي. تمام. بس حطيت زي ما قلت لكم الخميره، عفوا. حطيت الخميره وحطيت السكر، وحطيت رشه الملح، وهحط كمان الزبده، وهعجنهم بقى كده اقلبهم مع بعض كلهم، وايه وهضربهم مع بعض كده. وكانت العجينه ما شاء الله اللهم بارك طلعت حلوه جدا، بصوا عامله ازاي، ما شاء الله جميله جدا. بحط لها طبعا ايه في القعر كده حبه زيت، وبحط كمان على الوش كمان حبه زيت عشان الزيت بيساعدها ان هي تختمر بسرعه. بس كده زي ما انتم شايفين، وغطيتها. وطبعا عشان ما شاء الله اللهم بارك يعني الحراره، الجو حر، المطبخ عندي حر شويه شويتين يعني. فخمرت ما شاء الله بسرعه، ما كملتش حتى ساعه، ما فيش ساعه. المهم غطيتها بقى بالمشمع اللي انا هعجن عليه ده، يعني بيكتمها اكتر. وبس حطيتها بقى كده شويه زي ما قلت لكم، ما كملتش ساعه وخمرت ما شاء الله، وقطعتها. دي بقول لكم ميه، الفوطه نضيفه دي ميه بس من ايديا، عشان انا دايما على طول بغسل ايدي. بقول لكم بصوا هي نشفت دي ميه. على طول بغسل ايديا لما يكون في عجين او كده، لازم اغسل ايدي كويس. فما شاء الله اللهم بارك، بصوا خمرت ازاي. المقادير دي مظبوطه يا بنات، حلوه، هتطلع معاكم العجينه حلوه جدا مظبوطه طريه. تشكليها زي ما انت عايزه. وممكن تضاعف كمان الكميه اللي انا عاملاها دي، ممكن تضاعف الكميه كمان. يعني ده طلع معايا مش عارفه 22 قرص او 23. لو انت صغرتيها زي ما انا يعني اقل من اللي انا عاملاها. انا بس كنت بمسح العجين، كان في حاجات كده مطرح العجينه وكده قلت امسحها برضو، يعني هحط عليها العجينه برضو عادي مفيش مشكله. زي ما قلت لكم لو انتوا صغرتوا القرص، بصوا العجينه ما شاء الله اللهم بارك طريه خالص، حلوه يعني. كل ما تكون العجينه طرينه، كل ما تكون العجينه طريه، كل ما المعجنات بتاعتك هتلاقيها طريه من جوه، طريه وهشه وحلوه من جوه يعني. بس كده. يعني زي ما قلت لكم انتوا يعني هتعملي الحجم ده، هتعملي الكميه دي الكيلو، صغري القرصه عماله عاملاها، هتضاعف لك الكميه اكتر، ممكن تطلع لك 30 قرصه او اكتر يعني.
انا عاملاها كبيره ما شاء الله حلوه، فكمان لما اختمرت كمان كانت كبرت وبقت حلوه يعني. يعني مشبعه يعني الولد او حد لو انت كلتيها حتى الصبح مع كوبايه الشاي يعني هتفرق معي، هتشبعك يعني. تمام. بس كده. زي ما انتم شايفين بقى انا هعمل كل الكميه واحطها واعملها بقى كده زي ما قلت لكم، طلعت 22 او 23 واحده. بس كده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، العجينه طريه جدا وجميله والله يا بنات، المقادير دي مظبوطه جدا. انا مش اول مره اعملها بالمقادير دي، وخلاص بقى ثبت نفسي عليها يعني صراحه. يعني بصوا بوريكم هنا العجينه طريه خالص. وكمان عندي هنا عجوه كمان، انا كان عندي تمر بلح وسيحته بعمله بالزبده. ممكن انا مش حاطه عليه قرفه، ممكن تحطي عليه قرفه، بس انا عشان الولاد مش بيحبوا القرفه ما بحبش احط. وبعملها كده وبعملها كور كده بحطها. صراحه مش بحب اجيب العجوه الجاهزه، يعني شفتها كده ما مش عارفه ما عجبتنيش. يعني اكيد طبعا معرفش بقى، انا بقى بشك كده يعني، بقول مش نضيفه ولا حاجه، فبقول لا لما تبقى عندي تمر بجيبه صراحه واعمله كده احسن يعني، اضمن وكده يعني. بس زي ما انتم شايفين بقى انا حطيتها بالعجوه، عايز تعمليها بالساده هعمل ساده وهعمل عجوه، عشان انا ابني بس اللي بيحب العجوه وبنتي لا. معلش بقى لو اي صوت هتسمعوه معلش انا اسفه، عشان انا قافله الشباك وبرده الصوت طالع، معلش سامحوني بقى. انا قرصت اللي بالعجوه، طلعتهم اهو ما شاء الله. وهعمل بقى شويه ساده. الساده طبعا بتفرزيها كده تحطيها وتشيليها على طول. في ناس بقى بتحطها على الصينيه وتروح ايه يعني محطاها ظبطاها هي في الصينيه بحيث انت ما تشيلهاش، فاهمين عليا؟ ما تشيلهاش يعني وهي عشان يعني شكلها ما يتبهدلش. بس انا عادي يعني تبقى سهله ان انت تطلعيها، ما فيش تبقاش لازقه ولا حاجه يعني. بس زي ما انتم شايفين عملنا بقى ايه، عملت كل الكميه ورصيتها كده، وطبعا بتسيبيها برده بتغطيها وتسيبيها تخمر تاني. بس طبعا عشان انا عمال ما عملت ورصيتهم، عايزه اقول لكم دي صينيتين وكانت في صينيتين تاني. تمام. بصوا بقى منظر العجين ما شاء الله اللهم بارك في الفرن جميل جدا. هنا بتعلى بقى وبتنفش. دي كانت اول واحده طلعتها اهو ما شاء الله اللهم بارك. والله يا بنات طعمها حلو جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي يعني. هتعجبكم بنفس المقادير المظبوطه. لو وصلت لحد هنا معلش انا اسفه، ما تنسوش تحطوا لايك عشان القناه تكبر وتشجعوني ننزل فيديوهات. بصوا يعني كل حاجه حوالين الواحد، الحر والاحباط وكله بيقول لك يعني بيخلي الواحد مش بيشتغل. بس انتوا لو شجعتوني باذن الله انا يعني هشتغل وانزل فيديوهات باذن الله. هنا كانت كل الكميه طلعت، وبوريكم بقى ان هي جميله مستويه ازاي. حطوها على 180 يا بنات، وكمان تقعدوا كل شويه تلفوا الصينيه علشان تستوي كويس، وتخلوا بالكم منها لان هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. تمام. اول ما تسيب بتشمي ريحتها، هي ريحتها بتطلع ما شاء الله بتبقى جميله. على طول تروحي ايه، لو انت بتشغلي فوق وتحت شغلي فوق، تطفي تحت وتشغلي فوق. لو عندك مروحه بتشغلي فوق وتحت تخلي بالك منها لان هي ما بتاخدش وقت. زي ما قلت لكم التسويه بتاعتها حلوه، بتطلع بكل سهوله من الصينيه. ما بحطش اي حاجه في الصينيه لان هي فيها زبده وزيت او سمنه وزيت، فما بتبقاش محتاجه ان انت تدهني الصواني يعني. زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم لو عايزين تقللي حجمها قللي حجمها عن كده هتضاعف معاكم الكميه. انا بالنسبه لي الحجم ده كويس، زي ما قلت لكم مشبعه يعني، واحده بتاكل تشبع. كانوا ما شاء الله عملوا لي 4 صواني. زي ما انتم شايفين كميه ما شاء الله حلوه جميله. بس آه بس كده زي ما بوريكم، بس مستويه حلو طريه. بصوا من جوه بيضه ازاي وفاتحه وهشه، ولا استخدمنا زبادي ولا استخدمنا لبن بودر ولا اي حاجه. وكانت العجينه ما شاء الله اللهم بارك حلوه بفضل الله سبحانه وتعالى. بس عايزاكم يا جبانات تستمروا تواظبوا على اللهم صل على سيدنا محمد. الورد القرآني بتاعكم لازم تعملوا لكم ورد قرآني، وتحمدوا الله كتير، تحمدوا الله كتير كتير كتير، تصلوا على الرسول كتير وتستغفروا كتير. ده اساسي يعني، الاساسي في يومك. ما تعدوش غير ما يحصل كده، حتى لو انت مشغوله وراكي ايه. لازم الورد بتاعك تخلصيه، وتعملي لك يعني ورد من الذكر وورد من الصلاه على الرسول وورد من الاستغفار. الموضوع ده هيفرق معاكي جدا، هيفرق معاكي جدا الموضوع ده لو انت واظبتي عليه. كده كنت خلصت بقى دوم، وجينا في الاخر كده قلنا نعمل ايه، عصير ليمون. كان عندي ليمون، اخر ليمونتين عملت بيهم ايه 3 كوبايات عصير دي على قد انا والولاد. وكان حلو جدا يعني. حاولوا تشربوا ليمون كتير يا ولاد لانه فيتامين سي زي ما انتم عارفين. تمام. فانتوا حاولوا تشربوا في الايام دي بقى، وحلو كده تحطوا تلج. وكمان انا كنت عامله بالنعناع، بس الولادي ما حبوش النعناع، انا عملت لهم كده بس ليمون بالنعناع. لو حطيتي عليه نعناع وكمان شويه لبن بيبقى طعمه جميل جدا، حلو جدا بخطير يعني. بس انا حطيت بس ايه، عملت لهم ليمون كان ساقع وبالسكر وبس، كان طعمه جميل وهم حبوه ومفيد جدا وحلو طبعا فيتامين سي، وحلو في الحر اللي احنا فيه ده. انا هنا حطيت شويه نعناع زي ما قلت لكم، يبقى جميل جدا، جربوه هيعجبكم. بس كده. وكان طعمه حلو طبعا، انتوا كده عارفين اللي بالليمون بالنعناع بيبقى حلو جدا، حتى في الكافيهات بيعملوه بيبقى طعمه جميل. فجربوه هيعجبكم مش هتندموا.
وده كان الفيديو بتاعي النهارده، متنسوش تحطوا لي لايك